شمال يجيني جنوب. يا سلام. ما له حل. يا ايبا انا افترض كان تفرق بيني وبينك انت خمام وانت لا تقول عن ضيقني ولدي. انت مسود وجهي قدام الله في الانجاز. بسبب كذا. سبب ما في سبب. طيب كذا كل ما شافك يا اخي. الله يبشرك بالخير. قال لي واحد ابوي يا شيخ كل ما قلتها عدله قلبها عوجه، وكل ما قلت لبيه قال اجلب وجهك، وقلت طيب تبيعه بكم؟ كان زد سيم منك بفرق السوم، وان كانه ما سيم فانا بشريه بثمن غالي عشان اصبر عليه وادخل الجنه. لان بعض الاباء اما تدخل الصب بالجنه بالصبر عليه او الشكر على فعله، يا انه يعينك وهذا عبر الشكر، او انه يردك وهذا عبر الصبر. هذا الجهاد. ولذلك عن الحبيب عندما قال ففيهما فجاهد، هذه كلمه مقصوده شرعا. بعض الاباء متربي تربيه حاده وصلوا في الدنيا متعبته، وكذلك ايضا ان بعضنا تاريخه فول عمره متعبه، جايب لها المرض والسكر والضغط، ولا صدق يوم تطوعت واستقمت ما صدق، كل ما رحت قال ايه نسيت يا ابو، ها هو يعطيك واحد من الاولات من الارشيف اللي مو بزين، واصبر عليه. واقسمت لاحدهم بالله ان الله اختار لك الخير، اختار كانت امه تبصق في وجهه وتطقه عند عياله تاخذ الفنجال اذا صب لها وتعطيه اياه في جبهته، ويطلع منها ودموعها في عينه. وش اسوي في امي؟ قلت ما تبيعها ولا تشريها، هذه امك، هذا قدرك. وكل يا شيخ ما قلت لها لبيه قالت جميه لبيه ولا نبي ليه. ايه مر حب ذا المرأة جعل الله يكفي وتدعي علي. قلت لا يضرك دعاؤها وكن لينا معها، وكل ما فسخت، اما هو البر حذاء، كل ما فسختها الحذاء البسه لبس اياه. ولو تجلس معها 40 سنة على هذا والله إن العزة ينتظرك في الدنيا والآخرة. ولو قيل لي أحدنا أصبر على واحد 10 سنين والجنة، تصبر ولا ما تصبر؟ والله لا أصبر على صابعي مو بعد على رجلي.